السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد. شباب أنا تذكرون أول قلت لكم أبيع ولا أصلحها، مشكلة دافع عليه والله حدود 6000. ففكرت فيها فكرت وشفت سعر السيارات مبالغ فيها، قلت خلنا أصلحها. فالحين بروح أدور على ماكينة لأنه مستورد، ما لقيت إلا عند واحد وب4005. حرام 4005 يعني ما تستاهل والله. فبطلع الحين تشريح ندور له ماكينة، فخلوكم معنا. ماني رايح عليه بوقفه عشان ما بيخرب مره واحده، لا ابي القى ماكينه بعدين اركبها وبغير قزازه خربت علي، يبالها قزازه وماكينه بيننا صدام وزيق وركن وشامعه. باذن الله بشتغل عليه لانه بويته والله اني راشة واحلى بوي، يعني دافع عليه مبالغ وقدرها. فترقبوا معنا. بعد الحين يا شباب طالعين التشريح. فشباب قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا الاشتراك واللايك والكومنتات، ترى كومنتاتكم تحفزني وترى ارد على الجميع. اي استفسار اي فكره عندكم ارد عليكم، فما بيحرق عليكم اي شيء، خلوكم معنا. يا شباب هنا لقيت ماكينه حقت 2010 حلو، شيكت على عيارها ممتازه، يعني حتى لو مسحت ممتازه نظيف، كان شيكت عليه. الحين قاعدين نتناقش انا وياه بالسعر، اعطاني اياها 3300. كذا حد الحين كويسة. حنا لو ركبناها نشوف فيها تبويش، في دخان، فيها مكس، في شيء داخلها كويس، كويس داخل. البل هذا ركبناه الحين، بس خلنا نتناقش انا وياه بالسعر. اذا اعطاني اياه بسعر ممتازة خلنا عنده، اذا شفنا صامل بالسعر لا والله. يا شباب لو تذكرون تشريح هايل كان هنا كله تشريح، شوف كيف قفلوا هدموها كلها راحت، بيقولون بننقلها السري على كلامهم. فمو قال لي هنا كذا تشريح، وهذول كلها تذكرونها من بداية الدخلة كانت تشريح. فحنا جينا صحراء قطعناها. طيب نشوفها من تحت الصدر، شوف كيف لا تغسل اسوي شيء من كذا. اقول ما غسلوها بس ولا شيء. طيب هذا حسب لي الماكينة ب3000 حلو. فبنكمل برضو. انا ودي برضو القى لي الديكور اللي هنا اللي على الباب مرة واحدة، نشوف الشمعة والركن، حتى لو القاه مرة واحدة اخذتهم وخلصت. انا ودي اخلص. طيب رحنا للي بعده برضو، عندهم حكوميات اسعارهم اغلى من اللي هذاك 4300. السعر ما هي معقولة يعني، فورد واسعار كذا. طيب رحنا التشريح الثالث برضو، اسعارهم والله انا اشوف واحدة المكاين يا شباب ما راح تلقى اقل من 3. سعر مرة الله يكون شر الغلا. يعني 2010 اعطاني اياها ب3005، 2006 اعطاني اياها ب3، يعني فرقت 500 مدري واحدة. هذه حقت 2010. انا اشوف هذيك احسن مليون مرة من هذه، اعطاني انا بنفس السعر هذيك، اخذ هذيك احسن. هذا اتوقع فيكتوريا اذا ما خاب ظني، ذاك ماركيز. ايه فمكان اصلا فيكتوريا وماركيز وحده تركب. اللي ما شاف مقطع الترسانة يا شباب يروح يشوفه، ترى نزلت تجربة الترسانة، روح شوفوا مقاطع ترى حلو المقطع. اللي بيشترون ترسانة ولا هذا ويبون يعرفون مواصفاته وكل شيء، هو مقطع الانترا ومقطع كونا برضه. واذا تبون ننزل مقطع للكامري نزلنا. الكامري بتيجي بعد اسبوع تقريبا، لا وين اسبوع، اقل 3 ايام يومين وبيجي، واصور لكم مقطع جددنا الداخليه. يا شباب رجعت للي قال لي 3000، فرجعت اسال عن الدوده بشوف كم برضو مع الدوده. نسيت الدوده انا، فالدوده عندي اليسار ثقل، اليمين خفيفه. بحاول بالدوده والماكينه. الماكينه هذه عيال
مرتاح لها بكل صراحة. درت اسمعني مرتاح إلا لهذه. يعني انت شفتوا الوجه مكان اللي باقي، شوف كيف، شوف الوجه كيف يختلف عن هذيك. يعني هذه صح فيها بس مو نفس هذاك، صوفة ما صوفة بإذن الله وتمشي الأمور. يعني حتى لا غسلت بس تمشي اوكي. فحتى لو خلصنا ركبتها بوريكم كيف تعرفون الماكينة كويسة ولا ما هي كويسة. لأن عندكم غطا هذا لما تشغل الماكينة تشوف فيه دخان، هذه 1. 2 تكتملها على 3 بعدين تدعسلها تشوف فيها تبويش، فيها دخان أسود، فيها كربون، فيها شيء يطلع. وبرضو العيار تفك العيار الزيت تشوف فيه دخان، فيه شيء يوضح معك. ومع الأيام تشوف فيها صرفية، فيها شيء يوضح كل شيء. فأسأل الله ييسرها. فالحين بنحاول فيه وبإذن الله أنه تيسر معنا تمشي الأمور. هنا الماكينة أعطاني إياها ب2800 والدودة ب400. فالمشكلة واحدة يوم قال لي الضمان 15 يوم، إذا الماكينة فيها شيء ترجع تروح تدور لك ماكينة كويسة. أخذتها خلاص، جيب لنا ماكينتنا نعطيك ماكينتك وفلوسك. فهنا قلت دقيقة خلنا أفكر لين بكرة، لاستعجالنا كبير. والله شفت المرتبة اللي هناك نظيفة حلو، فقلت خلنا ناخذهم بس. يوم شفت ذي قلت لا خلاص. فهنا خلاص بوقف تدوير وكل شيء، خلنا أفكر فيها. ماني مستعجل، استعجالنا كبير شباب، لا أحد يستعجل. فخلونا نشوف لين بكرة لين نشوف نهايتها بإذن الله. بنزل لكم كل شيء بالتفاصيل. باقي أنا ما طلعنا، نزلنا عنده لقى ماكينة هنا بيتفرج عليها 2011 حساب لنا 3500. فقال خلنا نشوفها، مو بخسرانين شيء، ينزل يتفرج. منها نتفرج يعني احنا رايحين ندور. مشكلة الجو حار يا شباب، والله حار، تشريح صحراء نسأل الله. هذا الحين طالعين الفورد التشريح، هذا اليوم الثاني. بروح نشوف شو يصير معنا هناك وأعلمكم كل شيء بالتفاصيل. الحين أول شيء بروح قبل ما أروح التشريح أحاول أصلح الدريشة اللي وراه، لأن الموتر لو بودي التشريح الدريشة خربانة بتغطى. فالحين بمر حق درايش أصلحها، بعدها بإذن الله على طول التشريح. بروح أشوف الماكينة اللي شفناها أمس اللي وريتكم إياها. فاللي يسألون طيب الماكينة مستوردة يا شباب، نفس السعر هنا يوم ما شفتها، وغير المصاريف الشحن وغير السكن وغير ما تنفع. فقلت خلني هنا أحسن، وضمانهم أسبوع يعني ما تسوى، هنا أحسن. خلنا عندهم هنا حتى يوم يركب هذا بحاول نقعد عنده، بحاول. فأسأل الله ييسرها. طيب زي ما تسمعون الصوت الحين طق 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 طق. فحق الدرايش الحين جاي، قال لي 5 دقايق وانا عندك. قلت ما في مشكلة شباب نصلح دي. انا طلع عندي الدينامو خربان، فبغير الدينامو جديد. هذا الدينامو جديد، الدينامو من عندي مكسور هنا، قلنا ما يخالف نغير الدينامو. فبيسألون كم اخذت الدينامو؟ اخذت 80. القديم من جوا يقول مكسورة، ما يخالف. هذه جديدة بعد أول ما نخلص على طول التشليح تركبه كل جديد. فورد يوم قربنا عند التشليح رفع حرارة، اشتغلت لمبة الزيت، فوقفنا على طول. قلنا خلى شوي يبرد، قلنا خلنا نشوف هذول اللي هنا يمكن نلقى عندهم ماكينة كويسة قبل ما نروح لهذاك. ناخذ لنا نظرة وبعرف الطريق هذاك عشان على طول لما اشغل اروح له، ما بالحرارة ترفع. يعني صح اني مغير ماكينة بس مو ودي انه يخبط وانا امشي. درت يا شباب، بعد رجعت له قلت خلاص تمكن الامر عنده باذن الله. فبيبدا فيها باذن الله بكره، بيفك الماكينة ويركبها ويخليها يومين عنده يجربها قبل ما نغير حتى زيت وسيفون وكل شيء. قال لا تغير شيء لين نتاكد. قلت خلاص. فاول شيء الماكينة باذن الله راح نبدا فيها، فبكره باذن الله بيبدون فيها. والناس اللي بتسأل كم اخذتها ب2008. شفتوها اللمس انتم، وريتكم اياها انا. خلاص كذا انتهت اليوم. هنا وصلنا يا شباب للفورد، ماكينة قديمة الحين اوريكم اياها. هذه ماكينتين، اي هذه ماكينة، هذه الماكينة القديمة تلاحظونها، هذه حقت شد بلا دثر ما تغيرت.
عارف. طيب كم ماشي عليها؟ 380. قريب الثلاجة هذه حقتنا ولا حقتها؟ ثلاجة ما ادري الحين اشوف حقتنا. هذه الماكينة يا شباب، هذا الفيش اللي فصلناه عشان المروحة تشبك دايركت واحنا جايين، يجينا يشبك عشان كان عندي حرارة. شوفوا العيار، العيار حقي. هذه الماكينة اللي ركبناها. وانت هذا غير معك زيت كويس؟ هذا مويه يعني بإذن الله بغير زيت. كيف ما فيها تهريب شيء يا زول؟ غيرنا تشوفها ما خلفيه جديده بعد. كلها غيرتها. الصوف غيرتوها؟ شغل قول بسم الله، قول بسم الله، بسم الله سمي. أنا سمعت شغلتها. ما يمنع لك كمان الاصلي الصوف، ما يمنع لك تجاهي. بسم الله. هذا زي المحجرة؟ كل يوم الدكتور الكمبيوتر يقول له هذا اي بكرة اللي لا صوت، في بكرة لا صوت. لا مو زين، بكرة هذه. اتوقع البكرة هذه الا البكرة. عندي مسمار حق الديكور اللي تحتها مضيع، فمعي ابو محمد هنا ما قصر بيفك لي المسمار وبروح اركبه عشان الديكور ابي يثبت عندي. تذكرون ما ادري ايش اخربت ويوم رحنا صلحنا الفلوق الاول، الحين باخذه وبركبه باذن الله. الله علي هنا هذا المسمار يا شباب. الحين قاعدين نشيك الماكينه. هذا والله فيها دخان يا محمد. هذا دخان نفسه ما له عمل. ها؟ امشي على يوم انت هذا غير الزيت وغير السفن. والله فيها دخان. هذا في الماكينه الاولى. ها؟ هذا في الماكينه الاولى يعني. فشفت الدخان الاول قال لي استخدمه يومين يورو، قلت ما يخالف خلنا نمشي وبشوف فيها صرفيه ولا ما فيها صرفيه. اذا صرفت زيت عرفت ان فيها بلا، اذا ما صرفت امورها تمام فامورها طيبه. الوالد يبي يشوف، فاحنا ماشيين معهم لين نشوف وش نوصل له. احنا نسهلها، يقولون من اول الدخان. السيارة كأنها بتطفي. دقيقة أنا بمشي، أهم شيء الضمان عندي إنه يكتب لي فيها كل اللي شفته يكتبه، فحنا معهم نشوف نهايتها. الحين اللي ناقصنا يا شباب الدودة. حلو، عندي الدقر وعندي يبيلي تسيخ الراديتر، التسيخ هذا لابد من عنده وسيخه، وعندنا الشيء الثالث مروحة. بس ماني مصلح أي شيء الحين لين أتأكد من الماكينة. هنا الوالد راح ياخذ الفاتورة، فعندي صوت بكرة برضو طلع فما يخالف، فنبي نشوف وين وش نوصل له. فأسأل الله يسهل. ماني منزل الحلقة لين نكمل كل شيء، أبي أخلص حلقة واحدة. أول ذا المقطع شفته طويل نزلت أجزاء، أنا ما أبي المقطع يكون طويل وتطفشون، وبنزل الاشياء المهمه اكثر شيء. اللوحه اللي ورا المشكله ما معي لزاق، وبمشي عليها لين نلقى زين واركبها. انا طاحت لانها لزاق، هذا بلاستيك ما يمسك. الحين الوالد اخذ السياره يسوقها بيجربها، يقول قلت ما يخالف، قلت اول شيء نطلع الحين اغير زيت. ماني مرتاح لين اغير زيت واشوف وش نهايتها. نبي نمشي معهم لين النهايه، فبكمل معكم انا لين نوصل وش نهايتها. الله ييسرها يا رب. نمشي وراه حلو، فبشوف في دخان في شيء، احنا نمشي ما في دخان، يعني كذا الامور لحد الحين طيبه نقول. فالحين بروح لواحد هنا كهربائي كويس عشان عندي المروحه تفصل، بروح اسويها عشان لا يرفع حراره ثاني مره، ما بيرفع حراره. بروح نخلص هو شغله ضروريه. وقفت عند الكهربائي، بروح اجيب له مروحه جديده واجي. افضل شيء مروحه جديده. يلا الحين وصلت الصناعيه، ابى اخذ المروحه. شباب المروحه نصيحه لا احد ياخذ الاصليه، وانا باخذها اصليه ما تيجي المشكله الا كامله، بس ما يخالف لانه ما بيرفع حراره.
نبي نخلص من قلة الحرارة كاملة. فبالحين بوريكم كل شيء بالتفاصيل. فيا شباب اخذتها من البريكي ب 750 مروحة كاملة أصلية وكالة مع كتاوتها مع كل شيء كاملة المروحة مع الديلم ومع كل شيء. فالحين انتظرهم يجيبونها وأول ما نروح هناك بكمل لكم وش بسوينا. يا شباب أنا أعطيتها المروحة وها كلش. أنا عندي كذا شغلة بروح أخلصها فبيخسر الوقت. قال لي 10 تخلص، قلت ما يخالف. فالحين طالع خلصت كذا شغلة بعدين أرجع له وبوريكم وش سوينا. وعشان بغير الزيت برضه والسيفون مرة واحدة ودي ننجز ونشوف هل فيها بعدين صار فيها شيء يوضح قدامنا عشان من بدري نوضح كل شيء. فأسأل الله ييسرها يا رب. خلكم معي بكل جديدة بصور لكم. يسألون عن فاتورة حقت المروحة هذه 750 اخذتها كاملة أصلية يعني وكالة. مروحة ما انصح فيها إلا وكالة مع الكتاوت كاملة مراوح ديلم ومروحة وكتاوت. فيا شباب أي شيء مروحة وزي كذا أنصحكم أصلي، ما أنصح أمريكي وهذا ما أنصح فيه ياباني، لأن هذا لك وللزمن وهذه ترفع حرارة. يعني نحل مشكلة حنا ما نبي ندخل بمشكلة ثانية. والجو عندنا بالصيف حر مرة وبالرياض عاد. وصلت يا شباب. هذا اللي اللي غيرته لي المكيف يقول يوم عباه فريون طق. فغيرنا الحين اللي والمروحة برضو غيرناها فكذا انجزنا لأن المكيف عندي كان حار. هذا يا شباب اللي غيرناه هذا اللي الأول اللي وريتكم إياه حلو حتى جديد هذا 150. وهذه المروحة مع كاوت مع الديل جديد 750. هذه 200. فنبي الحين نسيخ الراديتر وبنغير زيت كذا نكون انجزنا في شيء. وبعدها نشوف هل في نقص هل في شيء الماكينة توضح يعني مع الأيام. معي ضمان 15 يوم. فالحين يا شباب اللي يبون يعرفون كم كلفتني هذه اللي 150 المروحة ب 750 شغل يد اخذ 200. فالحين باقي لنا نسيخ الراديتر ونغير الزيت. فخلكم معي حبة حبة بإذن الله. فالحين بنروح البيت لين العصر بعدين اطلع الصناعية. اما الحين والله ماني راح الصناعية. الحين درجة الحرارة ما شاء الله تبارك الله. فعسى الله ييسرها. طيب الحين في ناس بتقول طيب فيها دخان الماكينة. شباب كان فيها اول دخان حلو فركبنا ماكينة جديدة لازم تمشي عليها. انا بمشي عليها يومين 3 ايام وبغير زيت برضه عشان اشوف الدخان يعني بيوضح معي مع الصرفية. اذا في صرفية في شيء يوضح. فانا الماكينة هذه مرتاح لها وانت شفتوا بالمقاطع كيف ما شاء الله من داخل ما فيها من داخل شوائب حلو. والعيار ما هم محروق عيارها كويس. هذا اللي ريحني فيها الماكينة. فلازم شوي تكليج. فخلكم معنا يلا الحين بنروح العصر بصور لكم بإذن الله يوم نتجه وكل شيء. واللي بيسوون في الفورد مع ابوي يسوقه عشان يجربه. الفورد ما شاء الله عليه فيه خبرة السيارات اكثر من عندي بواجد. نسأل الله يحفظه ويحفظ أوباءكم يا رب. هذا الفورد يلا بسم الله توكلنا على الله. يا شباب قبل ما اطلع الصناعية قلت خلني اغير زيت بمشي عليه ابى اجرب عشان برتاح. ذكرتهم مروحة جديدة حطيت فيها قديمة خليتها موجودة معي. الحين بركب اللوحة من هذا الزاق. فشريت اللزاق القوي. فالحين بلزق اللوحة وراح بغير الزيت. خلكم معي بعلمكم هناك كذا شغلة بالزيت. وصلنا عند غيار الزيت. فشباب اللي بيسألون وش بتغير بغير انا سوبر جيتي 2050. فكل سيارة لها زيت كل سيارة يختلف. في اللي تاخذ 10 40 20 5 في كل سيارة ولها نوع. فأنا خيرت سوبر جيتي 2050 لأنه قوي والجو حار عندنا. فمكلين أمرنا عند الله. 6 علب ياخذ مع السيفون. تشوفون الزيت هذه الشوائب اللي بالماكينة تطلع الحين. هذا أول تغيير بتكون. فبنجرب الحين كيف. أنا يوم وقفنا داست له ما في دخان طلع لي. فاللي يسألون عن هذه بصلحها ما عليكم بس بنخلص بالثقيل حنا. فحبة حبة بإذن الله وبننجز. شباب بالصيف أهم شيء يشيكوا على الراديتر والزيوت شيك عليها الرجال كلها تمام.
فنفخ لي الحين فلتر الهواء، فخلاص كذا. فأهم شيء الراديتر يا شباب، مع الصيف ترى الراديتر مشكلة والله، لازم تيك عليه كل يوم أقل شيء أو كل أسبوع مرة عشان ترتاح، لأن درجة الحرارة مرة عالية. هذا السيفون وكالة 25 أخذته، هذا كرتونة حق الفورد. لون كم ياخذ علبة؟ ياخذ 6 مع السيفون، بدون السيفون 5.5. أنا غيرت سوبر جيتي 2050، العلبة أخذتها ب15. ولو تشوفون مقطع إن فيها إنه يوم نزل زي الشوائب ماسكة الماكينة، وهذا شيء عادي. شوفوا اللون الزيت كذا، فهذيك التغييرة، هذه التغيير عشان تنزل شوائب، تنزل أي شيء كان بالماكينة. عشان كذا يقول لك غير الماكينة بعدها بيوم أو يومين. هذا أفضل شيء شباب، لما تغير ماكينة بيوم أو يومين غيره على طول الزيت عشان تطلع معك كل شيء. دخانة تو دعستها ما فيها دخان الحمد لله، لحد الحين أمورها طيبة. فالحين اللي ناقصنا نسيخ الراديتر. هنا خلصنا الحين غير الزيت، الحين بنطلع بعد صلاة العصر نصلي العصر واطلع نسيخ الراديتر وبنزل نخلكم معي، باقي ما خلصنا. الحين يا شباب متجهين الصناعية نسيخ الراديتر. عندي رجة خفيفة بشوف وش هي، موتر كيف ضغطه، في رجة خفيفة بشوف وش هي. هنا وصلنا الصناعية، باقي لنا الراديتر عشان نسيخه. فطلع عندي كوير خربان بس ما قدرنا نوصل له، أي واحد ما قدرنا نوصل. بس بروح للكهرباء اللي ركبت عند المروحة يعرف، راح يطلع لي بإذن الله، لأن فيها تفتفة تروح تجي بس راح نوصل له بإذن الله. فالحين التسييح بإذن الله وكذا نكون أنجزنا كل شيء. يا شباب عندي الراديتر طلع ما يصلح، فأخذت واحد جديد أمريكي ب 460. فالحين بوريكم الأول كان راكب عليه وش مشكلته. الراديتر الأول حلو، شوف الملوحة، هذا أردني كان معي، أخذت أمريكي أنا. هذا الفكة، هذا أردني هي كيف؟ ليش ما شغال شيء؟ تغيرت الصناعة. هذا الراديتر الجديد، شوف الفرق عن هذا أكلته الملوحة. اللي يعبي موية البيت بيعمل مشكلة، يخرب الراديتر، حتى لو سيخناه بيبدأ تهريب. لو تشوفون القلبة من جوا زبطها، غسلها وسوي حركة ذكية، حط مناديل وطلعها. شوف كيف هذا ترى مناديل. فالحمد لله خلصنا القربة، خلصنا الراديتر، خلصنا أشياء كثيرة كذا نقدر نقول انجزنا. الشباب شريت مويه خضراء حطيناها والحين عندنا مويه مدخره، شركة مويه مدخره هي ولزمنا كذا نكون انجزنا خلاص. خلص اليوم مويه. اللي اقول لكم عنها اللي عدتها اول شيء اصليه اخذتها والباقي مدخر، افضل من المويه العاديه المدخره. انا بستخدمها صيغه، شريت كرتون عشان استخدمها عشان ماكينه، افضل للماكينه. شباب قلت خلنا نغير كفرات مرة واحدة نكمل جميلنا. الحين نغير كفراته كذا نكون انجزنا صح. اللي يسألون ايش اخذت كفرة، اخذت تايلاندي الواحد احسبها لي تقريبا 265 تاريخ 23. فعشان الحين احنا بنمشي عليه كذا طريقة عشان ابى الماكينة، فاني خايف من بيع شر ولا شيء، كفرات ممسوحة ما غيرتها، فقلت خليني اغيرها مرة واحدة. فاذا ضبطت الامور في شيء صورت لكم مقطع جديد برضو. احنا بنروح نرش ونغير صدام ونصلح كذا شغلة نكمل جميلنا. هذا اخوي واحد لف عليه وصدمه فسامع الحمد لله. عاد هنا وصلت لقطع غيارة بالصناعية، بنزل نشوف كم الصفاية عندهم. عاد يا شباب نزلت اخذت الصفاية ب50 ريال، حلو، تركب من 98 الى 2012 اصلية وكالة ب50. هذه الصفاية يبون يشوفون شكلها وين كرتونها، والتركيب اخذ علي 40 ريال تركيب. انا بوريكم من تحت لما ننزل معه. هذه الصفاية اللي يقولون ليش بتغيرها، بشوف كيف صار فيها لانه يصرف عندي يشرب بنزين، بقول له يغير الصفاية.
عاد يا شباب لي يسألون وين الصفاية كانت تحت هنا. بعد اذنك ابو محمد بنصور، لازم نستأذن من الرجال اول شيء. هذه الصفاية الحين بفكها وبنغيرها. هذه هنا يا شباب فكيت التانكي، يقول عشان فيه هواء وبيطلع بنزين، فقال فكها عشان يطلع الهواء، فكينا والحين بينزل يكمل فكها. اللي يسألون عن فكها كليبسات شوي والله متعب. هذا قاعدين نحاول نفكها وبوريكم شكله اول ما نفكها كذا. هذه الصفاية القديمة، انت الرجال يقول من اول ما شريتها شكلك ما غيرتها، معدومة. هذه جديدة الحين بركبها، شوف القديمة. وهذا اليوم اقول لكم فكينا التانكي ليش؟ هذا السبب اللي خلانا نمشي التانكي يوم يطشر. عاد هنا خلصنا ركبناها، نبي نشغل. نفتح وين؟ هذا نشغل نشوف كيف. بسم الله. الحين يضبط يصفى. ويوم شغال هنا يبي يشوف في تهريب في شيء. الحمد لله امورنا تمام وركبنا كذا يكون انجزنا ذا الشيء. عاد باقي ما خلصنا، خلكم معي باقي عندنا اشياء كثير. خلصنا اول شيء الصفاية، باقي عندي كذا شغله ما بيحرق عليكم، خلكم معي حبه حبه. زي ما تذكرون رحنا ركبنا صفاية يا شباب. فاليوم الثاني عندي مشكله، المكيف يرفع الحاله حلو فجأة كذا، ها شفت كيف رفع. فعندي لقيت الحل هذه فرار، شوف كيف عندي الفرار مشكلة فيه، فبغيره ان شاء الله بروح تشليح وبغيره. وعندي المكيف اول ما شغل السيارة يحتر كذا تقريبا 5 دقايق ويشبك. هذه المشكلة الثانية الحين نبي نحلها. الحين عند الكهرباء نشوف حل. وصلنا يشيك عليه. تذكرون اول ما اخذت صوت البكرة، اي بكرة معي فبصلحها هذه بعدين يلا. سام شيء نشوف لان الجو حار، فالحين نوصل للحل ان شاء الله. بقول لكم الفيوز، هذا الفيوز اللي عندي حق الكمبيوتر، هذا اللي يشغل الكمبيوتر يا شباب. هذا شبكته واشتغل. وين الكمبيوتر؟ هذا الكمبيوتر. فناس كثير يبون شرح عن الكمبيوتر هذا، فبشرح لكم عنه. اشتغل كان عندي ترمم شغال سبب الفيوز، فنبي نشرح لكم عن الجهاز هذا كيف نشغل الجهاز. اول شيء تحملون هالتطبيق دقيقه بس، اول شيء اهم شيء يكون على المكيف واكمل لكم المقطع. تحملون يا شباب التطبيق هذا حلو. بعدين ندخل التطبيق. قبل ما ندخل التطبيق ندخل الاعدادات، نسوي اتصال له. لما ندخله بالجهاز بعدين نرجع التطبيق نسوي اتصال ناجح. ندخل كود الاخطاء، حط صح على كلها. بعدين قراءة. انا عندي كودين، لا والله كود كثيرة طلعت لي، لان هنا قاعد يفصل شكله فطلعت لي كود بس ما يخالف. هذه الاكواد يا شباب، تدخل على كود حلو وتقراه وش الخراب اللي عندك. زي كيف؟ زي كذا. يلا هذا فيه لخبطه شوي لانه هنا قاعد ادعسلهم، انا قاعد يشيكون على المكيف. بس وش تسوون؟ سووا مسح حلو اوكي. بعدين ترجع تفحص من جديد تشوف نفس الاكواد تطلع لك ولا ما تطلع لك. ان شاء الله عنكم تفهمون زي كذا. هذه قريت عنها عادية، هذه يقولون هذه ما عليك من عندها، هذا شيء عادي. فالكودين هذه الحساس عندي حق القربة وحساس الشكمان، هذول اللي عندي خربانات انا من اول داري عنهم. فهذا الجهاز تسألون بكم اخذت الجهاز؟ اخذته يا شباب تقريبا ب89، بس انصحكم فيه رهيب الجهاز. فهذا شرح الجهاز اللي يطلبوه بالمقاطع، ناس كثير يطلبوه من عندي. هذا شرح الجهاز، شرحنا لكم عن الجهاز. فشيء ثاني حتى الكهربائي قال لي هذه خربانه عندك، لانه وريته المشكله قال لي هذه خربانه. قلت ما تتنظف ما في؟ قال لي مستحيل غيرها. قلت خلاص اصلا سعرها يا شباب التشريح لقيتها 150 برجع اخذها. المكيف الحين شيك عليه
ولا فريون يجي يقلب نشوف ايش نهايتها مع المكيف. باذن الله بيضبط. المكيف طلع عندي فريون ناقص فعبيناه فريون كذا نكون انجزنا. الحين تعرض كذا ان شاء الله ان انجزنا المكيف، لان المكيف اهم شيء كان عندي. بعد كذا نكون انجزنا المكيف خلصناه وشرحت لكم الكمبيوتر. فشباب عندي انا مشكله برضو في بعض الفردات، حتى هذه المشكله لما تدعس بنزين يرفع المكيف فوق. حلو، هذه لقينا لها حل، فبنزل لكم اياها مقطع برضو كيف حلها. فبرجع لانه قال لي هذا، قلت اول شيء بغير الجهاز هذا بعدين نصلح هذه المشكله. لو تشوفون القزازه قدام عندي في خطوط، هذا عشان التظليل اللي قدام قديمه بلا تغيير برضه. يا شباب اليوم الثاني، الحين رايحين نروح مكان فاضي ما في احد، افك حساس الهواء وانظفه. تذكرون ما اقول لكم الموتر كنا بيطفي، كنا هذا غيرت الطرمبه. يوم فحصنا الكمبيوتر طلعت حساس الهواء، وعنده حساس الشكمان بعدين بغيره. بس الحين بنخلص من حساس الهواء بنظفه، فبوريكم كيف طريقه تنظيفه وكل شيء. خلكم معي. عاد شباب احنا وصلنا، اول شيء فكينا فلتر، ثاني شيء فكينا الحديد اللي هنا اللي ماسكه الحساس على القرفه. حلو. عاد شباب المسمار حق الفورد يختلف ترى، الامريكي يجي امريكي. احب اوريكم اياه العلبه شريتها انا عشان اللي هو هذه الحبه. فيختلف عن سيارة العيدية. العيدية زي الكامري زي هذا سكروب عادي تنفك. فبوريكم العلبة اللي هي هذه شريتها عشانه. الحين بنفكها وبعدين اوريكم السبب. عاد يا شباب هنا فكيت الحساس، هذا الحساس حق الهواء. فالحين بوريكم كيف طريقة تنظيفه وش البخاخ اللي شريته. البخاخ اللي هو حق الكريبيتر، هذا تكليج بس من بعيد ترى مبخ يا شباب، من قريب ترى يخرب البخاخ. بس خلاص كذا تكون هنا الجهة اللي خلصناها. وين هي؟ من فوق من بعيد. شوفوا صار كم دقيقة نتركها 10 دقائق تقريبا عشان يعني شباب هذه ترى مادة بترولية تطير على طول، يعني ما بس إذا في رواسب في شيء تروح زي البنزين. هذا زي البنزين يطير بالهواء على طول. هذا هو البخاخ يستخدم. فالي الحين تقريبا خلصنا، بترك 10 دقائق ينشف وبرا. شباب فصلت اصبع البطارية، افضل شيء انك تفصله واي واحد تفصل، مو بلازم يعني هذا. وهنا عاد هذه الاغراض كاملة اللي فكيناها. ترى لازم تنتبهون، يعني مو تروح تكسر الحساس، ترى في ماسك عليه يكون حامي، هذا كليبس يمسك الحساس الفيش الحساس. فبوريكم اصلا كيف بركبه اللي يركب بالحساس ونشف زي ما تشوفون. شوف ركبت كل شيء، فبركب الفيش. فهذه اللي اقول لكم عنها، هذه لازم تفكها قبل ما تفك الحساس، لانه ما راح ينفك اصلا لانه ماسك. فالحين بركب الحساس تركيبته، فمن تحت شده وترفعها. فالحين شدناها خلاص كذا خلصنا. فركبنا فلتر، هذا ترى مفك 8 ينفك معكم المسمار عشان تفكون الحساس. سنتبيكا يا شباب. وصلت نهاية المقطع. فاحنا الحين لو تشوفون في وشوشة هذه من قزازة قدام عشان التظليلة، المفروض اغيرها لان اغيرها مركب انا 00 اللي هي عشان الشمس حتى تخفف الشمس شوي. فانا من زمان منزلت لكم مقاطع، فالمقطع حتى جاي راح اطول بتنزيله، فبنزل لكم اشياء تستاهل. ما ابي انزل اي شيء، مقطع يستاهل، نتعب على شيء يستاهل. واللي المويه مو وقتك. فشباب فلا تنسوا الاشتراك واللايك والكومنت، كومنتاتكم تحفزني ودعمكم يحفزني على الاستمرار، وانتظروا كل جديد لنا.